السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قصة أصحاب السبت. على شاطئ من شواطئ البحر الأحمر، في قرية هادئة تدعى إيلة، عاش قوم من بني إسرائيل. كانوا يعيشون بين البحر والجبال، حياتهم بسيطة، ورزقهم من البحر لا ينقطع، لكنهم لم يكونوا كغيرهم. لقد كانوا قوماً اختبر الله صدقهم ليكشف ما تخفيه قلوبهم. في يوم من الأيام ناداهم نبيهم يأمرهم: إن الله قد جعل لكم يوم السبت يوم عبادة، لا صيد فيه ولا عمل. سكتوا أولاً، ثم قالوا في أنفسهم: أمر الله سنطيعه، ولكن ماذا لو... قبل أن نكمل قصة أصحاب السبت، من فضلكم ضعوا لايك للفيديو والاشتراك في القناة، وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعليقات لنتشارك في الأجر. شكراً لكم. مرت الأيام وبدأت ملامح الابتلاء تظهر. في يوم السبت كان البحر يفيض بالأسماك حتى تكاد تقفز على الشاطئ، وفي بقية الأيام لا شيء. كانت الأمواج صامتة، والرمال جافة، والشباك فارغة. تململ القوم وضج السوق بالحديث: ما بال البحر؟ أهو يسخر منا؟ كيف نعيش إن حرمنا من رزقنا؟ وفي أحد الليالي قام رجل من بينهم. كان رجلاً حاذقاً في الصيد، طموحاً لا يرضى بالقليل. اجتمع حوله بعض الصيادين وقال بصوت خافت: لماذا نحرم أنفسنا؟ إنما حرم علينا الصيد يوم السبت، لا أن نعد له قبله أو نأخذه بعده. تأملوه بدهشة، ثم تابع: نحفر أحواضاً قرب البحر، ندع الأسماك تدخلها يوم السبت ونغلق عليها، ثم نأخذها يوم الأحد. لا أحد يستطيع أن يقول إننا عصينا. ساد صمت ثقيل، ثم تبادلوا النظرات، وانطلقت أول حيلة. كانت بداية العصيان. حين اكتشف الصالحون ما حدث، اشتعلت القرية بالنقاش: اتقوا الله، أهذه طاعة أم خديعة؟ لكن العصاة ضحكوا وقالوا بسخرية: نحن نطيع الله، لم نصطد يوم السبت بل الأحد، أين العصيان؟ هنا ظهر رجل صالح من القرية، حكيم متزن، ملامحه تنطق بالصدق. وقف أمام الناس في ساحة القرية وقال بصوت يهز القلوب: أيها القوم، إنما تمتحنكم السماء، فلا تخدعوا أنفسكم، فالله لا يخدع. قسمت كلماته القوم إلى 3 فرق. 1. قوم العصاة، اتبعوا الصياد المحتال وحيلته. القوم الصالحون، مع الرجل الصالح نهوا عن المنكر واعتزلوا المعصية. 3. المترددون، وقفوا صامتين، قالوا: لماذا نتعب أنفسنا؟ دعوهم وشأنهم. ومن هنا بدأ الانقسام الحقيقي، انقسام في الإيمان قبل أن يكون في القرية. في ظلام الليل نزل الصياد ومن معه يحملون المشاعل، فتحوا الممرات، فاندفعت الأسماك إلى أحواضهم كالفضة المتلألئة تحت ضوء القمر. ضحكوا وقالوا: انظروا، رزقنا الله، نحن لم نعصه. لكن في السماء كانت غمامة سوداء تتكون ببطء، نذير غضب لا يرى. في فجر أحد الأيام خرج الصالحون من بيوتهم فلم يسمعوا صوتاً. تقدموا بخوف نحو بيوت العصاة. كانت الأبواب مفتوحة والنوافذ محطمة. صعدوا التلال المطلة على البحر، فإذا بمشهد يقشعر له الجلد.
الرجال والنساء الذين عصوا قد مسخوا قردة خاسئين، يتقافزون بين الصخور، ينظرون إلى من كانوا جيرانهم بالأمس بعين من ندم لا يحتمل. اقترب منهم الرجل الصالح يبكي ويقول: ألم أنهكم عن هذا؟ فأومأ أحدهم برأسه باكيا، ثم ولى هاربا نحو البحر. ولم تمض أيام حتى اختفوا جميعا. لم يبق في القرية إلا صوت البحر يشهد على ما كان. هكذا كانت نهاية قوم خالفوا أمر الله بحيلة، فظنوا أنهم نالوا رزقا وما نالوا إلا الخسران. تلك كانت قصة أصحاب السبت، قصة الغرور حين يواجه أمر الله، وقصة الحيلة حين تفضحها السماء. فمن ظن أنه يخدع ربه خدع نفسه، ومن صبر على الحق رفعه الله فوق الجمي. العبرة من قصة أصحاب السبت أن طاعة الله لا تحتمل المراوغة أو التحايل، فالله سبحانه يعلم خفايا القلوب وما تخفيه النيات. فقد امتحن الله بني إسرائيل بحرمة الصيد يوم السبت، فاختبر صدق إيمانهم، لكن بعضهم لم يصبر، فاحتالوا على أمر الله ليأخذوا رزقهم بغير حق، فخدعوا أنفسهم قبل أن يخدعوا ربهم، فجعلهم الله عبرة لكل من يتلاعب بأحكامه، ومسخهم قردة جزاء لتمردهم. وهكذا تذكرنا القصة أن من يخشى الله حق الخشية يسلك طريق الطاعة ولو خسر الدنيا، ومن يتبع هواه خسر دنياه وآخرته. وفي الختام نشكركم على المتابعة، ولا تنسوا اللايك ومتابعة القناة لدعمنا على الاستمرار. شكرا لكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.